اهلا بيكم في ليله جديده من ليله عظمه. وعظمه النهارده هي مش عظمه، ولكن هنتكلم على مشكله وكارثه كبيره جدا في الكره المصريه والرياضه المصريه عموما، يعني استقاله اتحاد الكره المصري بكل افراده. وتعالى كده نفنط البيان او نفنط الاستقاله ونوصل مع بعض كده لحلول، او نوصل مع بعض لازمه او سبب استقاله اتحاد الكره المصري. تعالى ناخد الجانب الابيض والجانب الاحمر. يعني ايه الجانب الابيض والجانب الاحمر؟ تعال ناخد الجانب الاحمر، وهو جمهور الاهلي اللي بيقول لك ان تم استقاله الاتحاد المصري علشان مرتضى منصور. اما الجانب الابيض اللي بيقول لك تم الاستقاله اتحاد الكره المصري علشان مش عاوزين يدوا عقوبه على كهربا وخايفين من الاهلي. طيب دلوقتي اتحاد الكره المصري بالكامل، هل انت كواحد بتسمعني كده اجي اقول لك ده النهارده اتحاد الكره المصري تم استقالته علشان مش عاوز يعمل عقوبه على كهرباء، فانت هتقول لي يا عم انت عبيط ولا ايه؟ يعني انت عاوز تفهمني ان الاتحاد المصري لكره القدم قدم استقالته علشان خاطر كهرباء؟ فانت مش هتصدقني. لكن لما اقول لك ان اتحاد الكره المصري زي ما الاحمر بيقول او صفحات النادي الاهلي بتقول انهم قدموا استقالتهم بسبب مرتضى منصور، كده هتقول لي ايوه كده انت كده عقلت الكلام شويه. لان انت مستحيل اتحاد كره يقف قدام لاعب علشان يقدم استقالته، ولكن ممكن يقف قدام تجاوزات كبيره زي مرتضى منصور. طب تعالى اقول لك القصه والحكايه وايه اللي خلاهم يقدموا استقالتهم. تعالى يا سيدي، نادي الزمالك قدم شكوى ضد مين؟ ضد كهربا بسبب افعاله مع جمهور الاهلي في مباراه القمه واللي انتهت بفوز الاهلي 3-0. تمام. ايه اللي حصل؟ فالزمالك قدم شكوى علشان ينظروا الى الفيديو اللي تم بعته لاتحاد الكوره. فالمهم بعتوا كهربا والمحامي بتاعه علشان يتكلموا معاه ويحققوا معاه. فبعد ما خلصوا فالاهلي وكهربا وكابتن عماد متعب كانوا مقدمين شكوى ضد رئيس نادي الزمالك ومرتضى منصور. فطبعا اتحاد الكره علشان في شكوى من الاهلي وكهربا وعماد متعب فبعتوا لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انه يجي اتحاد الكره علشان يتم التحقيق معاه. فطبعا واحد زي مرتضى منصور بالنرجسيه والشخصيه بتاعته النرجسيه والعظمه اللي هو بيبقى عايش فيها، وازاي انت تكلمني كده وازاي تحقق معايا وكل الكلام ده كله، فرفض. بل كمان هزقهم وحط تحت كلمه هزقهم دي مليون خط، وقال لهم هقدم فيكم قضيه وشكوى وانتوا ما تعرفوش انا مين، وانتوا ما ينفعش اصلا تبعتوا لي ان انا اجي عشان تحققوا معايا، لا انتوا تحققوا مع الصعلوك. وقعد يتنمر على الاشخاص اللي قدموا فيه شكاوي. فطبعا بعد اللي حصل دوت فاتحاد الكره المصري قدم شكوى لوزير الرياضه حسب ما سمعت باقي القصه. فطبعا وزير الرياضه ما اتخذش قرار ضد مرتضى منصور. فايه اللي حصل؟ فتم استقاله بالاجماع لجميع افراد اتحاد الكره المصري، استقاله من المنصب بسبب مين؟ بسبب مرتضى منصور. لان الراجل هددهم، الراجل بيشتمهم طول الليل والنهار على قناه الزمالك، وموفر لهم كمان شويه ناس كده هزازين الراس وشويه ناس منافقين على قناه الزمالك علشان يشتموهم ويقدروا ان هم يقللوا منهم في شأن الكرة المصرية والرياضة المصرية. فطبعا انت كمجلس ادارة او انت بالنسبة لرئيس اتحاد الكرة المصري، لما رئيس نادي يقعد كل يوم يهزقك وقناة نادي تقعد كل يوم تهزقك وانت ساكت او انت بتشتكي ومفيش اي تجاوب للشكاوي بتاعتك، فانت خلاص يا معلم انت جبت اخرك. يا عم هسيبها لكم واعملوا اللي انتوا عاوزينه وبرطعوا فيه زي ما انتوا عاوزينه. ولكن بقى هنا المشكلة الاكبر ان بعض الجمهور الزملكاوي، وهقول لك بعض لان البعض التاني اكيد متفق معايا، لان بعض جمهور الزمالك دايما بيوصل نفسه لحلول او لمشكله حصلت فبيقدر انه يخترع كلام من دماغه علشان يراضي نفسه، ولكن مش عاوز يقتنع ولا يصدق ان السبب الرئيسي من استقاله اتحاد الكره المصري هو مرتضى منصور، واحد طول اليوم بيشتم في الناس. ولكن كمان السبب الاكبر في تدهور الاحوال داخل نادي الزمالك هو مرتضى منصور. فيجي واحد تاني يقول لي لا مرتضى منصور ده بيجيب حق الزمالك وبيفضح مش عارف مين، ده بيفضح المنظومه. عمر في حياتي مرتضى منصور ما شفته بيشتغل في مصلحه الزمالك، فمصلحته الشخصيه فوق مصلحه الزمالك. اما الناحيه التانيه في الاهلي فالناس هناك شغاله. هل انت شفت مثلا مره الاهلي خسر دوري ولا خسر بطوله او ايا كان فتلاقي رئيس النادي عندهم ايا كان موجود مين مثلا طول تاريخهم وعلى مر العصور انه بيطلع يشتم في اللعيبه او المدير الفني او يشتم في رئيس نادي الزمالك او يشتم في المنظومه اصل مش عارف ايه وايه؟
لا، هم مثلا بيبقى لهم اسباب. عندنا مثلا مشكله فنقدر ان احنا نشتكي، فلما نشتكي حقنا يجي او ما يجيش بعد التحقيق، هو ده اللي بيحصل. ولكن انك تدخل نفسك في مشاكل كبيره وتقعد تشتم في ده وترمي من الناس بده، فانت بتخلي نفسك مشتت بشكل كبير، وتبعد عن المصلحه العامه للمكان، للناس اللي موجوده فيه، الناس اللي موجوده علشان عاوزين ان المكان والمنظومه انهم يعلوا بيها بالبطولات وكمنظومه كبيره. زي الزمالك كده مع مرتضى منصور، كل همه انه يشتم في الناس وانه يشوف مصلحته فين ويمشيها. تخيل مرتضى منصور ليه مصلحه مع محمد مصلحي فاداله محمود علاء علشان بيقول لك اصل انا هجيب مروان عطيه، فطبعا بعد ما مروان عطيه راح الاهلي فقال لك لا انا هرجع محمود علاء، ولكن انا بقول لك محمود علاء مش هيرجع، ومصلحي هيقول له اخبط راسك في الحيط، وممكن يمشوها من تحت لتحت وانت ما تعرفش حاجه. فمرتضى يقول له معلش انا هطلع اجعجع شويه كده علشان الجمهور الزمالك ما يقلبش عليا، وانا هطلع اجعجع، بس كده كده محمود علاء ايه مكمل معاك. وده ليه؟ لان في مصالح شخصيه ما بين مرتضى ومحمد مصلحي، فهيمشي مصالحه ويتعامل مع فرج عامر تاني عادي. ايه المشكله؟ طالما المصلحه الشخصيه اللي هتعود على مرتضى منصور موجوده واولاده فخلاص يا معلم. لكن انك تفكر او تقتنع ان مرتضى منصور ممكن يفكر في مصلحه الزمالك ضد مصلحته الشخصية، تبقى ساذج ومش قادر تفهم شخصية مرتضى منصور طول تاريخه. طول عمر مرتضى منصور ما جابش حق الزمالك في أي حاجة من حقوقه، سواء الزمالك على حق أو على باطل عموما، يعني كلها كلام، كلها بيطلع يجعجع وخلاص، ولكن حقوق الزمالك مش موجودة ومش بيجيبها، هو بيطلع يجعجع ويتكلم وخلاص. أما الناحية التانية فالناس هناك شغالة لصالح جمهور الأهلي ولصالح منظومة النادي الأهلي. هو ده الفرق ما بين الأهلي والزمالك، وده بالنسبة للمشكلة الكبيرة اللي حصلت النهاردة، بالنسبة للكارثة الكبيرة في الكرة المصرية، إن الاتحاد المصري بيتم استقالته، فكل واحد بيحاول إنه يرمي الفشل على الاستقالة ديت على التاني علشان ما يتحفلش عليا أو عشان ما يتقالش عليا اللي أنا مش عارف إيه. ولكن الحقيقة إن تم استقالة اتحاد الكرة المصري بسبب مرتضى منصور وبسبب أفعاله ضد الناس وإنهم بيقعدوا يشتموه. أما كهربا والكلام ده كله فده كلام ساذج جدا جدا، مش اي حد انه يصدقه، اللي عاوز يصدقه بيصدقه عشان يراضي نفسه من جواه مش اكتر. حلها. اما اخر حاجه نتكلم عليها وهي صفقه من صفقات النادي الاهلي. النادي الاهلي دلوقتي بيحاول انه يجيب مهاجم. كولر زي ما قال ايه في بعض تصريحاته في المباراه الاخيره، قال خاصه طبعا بعد مباراه الزمالك، قال ان في مهاجم خلاص انا اديت الاوكي لاداره الاهلي، ولكن كل حاجه في ايد النادي الاهلي. زي ايه في ايد النادي الاهلي؟ زي مثلا موليكا، فموليكا خلاص كولر عايزه وقال اوكي وانا عاوزه، ولكن طبعا المبالغ الكبيره والعاليه اللي نادي بشتكاش اللي بتقول عليها لو انت الاهلي عاوز موليكا فحضرتك هتدفع $1,400,000 علشان تاخده بس اعاره. اما لو بيع فانت هتعدي يا معلم ال6 مليون يورو مثلا ولا اي حاجه مثلا. ولكن الاهلي قال ان احنا لو هنجيب مهاجم سوبر مهاجم قوي فاحنا اخرنا 3.5 يا معلم مليون دولار، مش هنعلي عن كده لاسباب كتير جدا بقى، سقف التعاقدات بالنسبه بقى الاموال عامه مش عارف ايه حس وبس وكل الكلام ده كله. ولكن حتى الان كل اللعيبه الجامده اللي كولر قال خلاص انا موافق عليها، والراجل حوالي يجي 10 مهاجمين مثلا يعني فوافق عليهم، ولكن حتى الان اداره الاهلي مش قادره انها تتفق مع لاعب او تقدر انها تنزل بالعقد او تنزل بالفلوس بالنسبه لايه للصفقه. ولكن حتى الان الاهلي بيحاول انه يجيب مهاجم قبل ما شهر يناير ينتهي. الناحيه الثانيه في الزمالك يعني صفقاته هتكون صفقات محليه، ممكن تكون صفقة من خارج الدوري المصري، وهو مثلا لاعب القندوسي. لاعب القندوسي طبعا لاعب النادي الصفاقسي، ممكن نشوفه قريب في نادي الزمالك لو المفاوضات خلصت بالنسبة لنادي الزمالك مع نادي الصفاقسي. ولكن كده خلصنا حلقتنا، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم النهاردة. استنوني في حلقات جاية كتير جدا، والايام اللي جاية ان شاء الله نبدأ نتكلم بقى عن تجهيز كولر بالنسبة للنادي الاهلي كاس عالم الانديه، نتكلم على كل فريق ان شاء الله، نتكلم على اوكلاند سيتي، وفي حاله تخطي الاهلي مع اوكلاند سيتي سيواجه طبعا سياتل الامريكي، فهنبدا نتكلم ان شاء الله من بدايه من بكره باذن الله. فاستنوني في حلقات جايه كتير، وليله من ليالي العظمه، وكفايه عظمه لحد كده. سلام.